ويحتمل جدا أنه ما زال في الجزائر، وهذا اللي خلى أنهم يديروا البراجات في العاصمة، بالك راهم يعتقدوا ما خرج حتى من العاصمة. كما أنه محتمل أنه ممكن تم تهريبه إلى تونس، لأن معاذ يعرف جيدا الحدود التونسية، وكم هرب من شخص من تونس إلى الجزائر أو من الجزائر إلى تونس. ضيف إلى ذلك أن القول أنه هرب في بوطي لإسبانيا، بينما يكون التهريب من ناحية تونس ومن تونس في اتجاه آخر، لأن حتى في تونس ما يبقاش، لأن قيس سعيد راه في جيب العصابة ويسلموا له. إذن خذوا المعلومات اللي تقول باللي أنه هرب في بوطي لإسبانيا بكثير من الحذر، لأنها قد تكون معلومات مضللة. في اعتقادي ناصر الجن وجوده في إسبانيا نعطيه 20% فقط، ما زال وجوده في الجزائر نعطيه 20% أيضا، وفي التحليل نمد 60% أنه فر لبلد آخر، قد يكون تونس ولكن قد يكون المغرب أيضا.